لكن ما تم من أجواء بعد 3 يوليو لا تقول أن ما يحدث هو انتخابات بكل وضوح وحسم. لا يحدث، وبالتالي أنا لا يمكن أضع نفسي في موقف المحلل في انتخابات أنا لا أرى أنها أديرت بعيدا عن من أدارها. نظام العميق اشتغل من 3 يوليو على مرشح محدد هو المشير عبد الفتاح السيسي، أو كان الفريق عبد الفتاح السيسي هو له دور في هذا، عنده رغبة ما عندوش رغبة دي قصة أخرى. بتكلم على الذين قاموا. كويس. الهوجة الإعلامية الرهيبة اللي استمرت 9 أشهر حتى الآن كلها صباحا ومساء السيسي السيسي، اسم السيسي يقال أكتر من اسم الله في ال9 أشهر دول بهذه الطريقة. بغض النظر مسؤولية السيسي فين في دي ولا مش مسؤول، تقدر تقول لي إن الانتخابات ليست محسومة قبل فتح باب الترشيح؟ لو سألت مواطن بسيط زي حالاتي في أي حتة بياع جرجير تقول له مين رئيس مصر القادم؟ سيقول لك المشير السيسي. لكن هو لو حمدان صباحي خد رايك كنت تقول له ما تترشحش لان الانتخابات خلصت. بتعمل ايه؟ احنا بنضحك على بعض. انا لا اشارك في عمليه تدليس على ابناء وطن. والصبر على النضال الديمقراطي مش 3 ايام، مش نعمل مظاهره 30 يوم يطلع جيش 3 يوم. ما تسيبنا اذا كان احنا في 25 يناير اللي الشعب كله كان بينه توافق اتسابنا. ولما اتقال ان طنطاوي هو اللي ضغط على مبارك خرج المشير طنطاوي كان امينا في التصريح وقال انا لم اضغط على الرئيس مبارك. الذي ضغط على الرئيس مبارك هي المظاهرات الشعبيه اللي كانت فيها توافق توريكنا 18 يوم ونحن في حاله توافق ضد رئيس غير منتخب. بس لو الجيش لقى ملايين الملايين نازله في الشارع عليه ان يستجيب، ويبقى هي دي الديمقراطيه المصريه اللي ممكن بقى نصدرها للعالم ونعبيها في اكياس ونقول للعالم كله هي دي الديمقراطيه. انا مش عارف هي ان احنا في رئيس يجي منتخب ما يعجبش جزء في الشعب المصري يطلع يعمل مظاهرات احتجاج عليه، يروح طالع الجيش عامل انقلاب وهكذا دواليب.